سلام، واشكم راكم لاباس بخير. اليوم جيت باش نعمل واحد الملصوقة، واحد ديول. كلمتني واحدة وقالت لي انا عندي حساسية من البيض، عاملي لي ملصوقة بلا بيض. منين نحب الملصوقة بالصح وشي عندي حساسية من البيض مانيش نعمل فيها. شوفي كيفاش ياسر ناس تقولك عندي حساسية من البيض وما نحبهاش بالبيض. ما تحبهاش بالبيض تعمليها بالفرماج، تعمليها بالبشاميل، تعمليها بالثومية، تعمليها بقداش الطريقة عاد، مش غير بالبيض. شوف كيفاش نعملو الحوايج: بطاطا مقلية، مقطع رقيقة مقلية، لحم مفروم طايب مع شوية ثوم، شوية البصل، معدنوس، شوية زيتون، شوية فرماج. هذه ملصقة. شوف كاش تو نخلطوا الحوايج كلها مع بعضها ونعملوها وتجيك ملصوقة مليحة بلا بيض، وتجيك نظن احسن من بالبيض. شوفي كيفاش نعملولها الفرماج كيما هكا. نعملوها كل الفرماج ندخلوه في البطاطا وفي اللحم. ما تعمليلاش الفرماج تاع السطلة ذاكا مش مليح، عملي لها الفرماج المليح. زيدوها اللحم كما تحبي بالدجاج بالطاب باللحم كما تحبي. المهم البيض ما فيهاش. ما تزوديش الفرماج ياسر باش ما يجيكش مش مليح. لو حتى الفرماج مليح ما تزوديش منه. كي تشبحيها تلمت كيما هكا بالفرماج خلاص. نعملو لها شويه الزيتون، شويه المعدنوس، البصل بعدين كي نجي باش الكعبة نعملو لها شويه بصل، ما نعملوش مع الحوايج. تحب تشبحيها ناقصه شويه زيدها بصح ما تعمريهاش ياسر بالفرماج. شوف تو نبدو نلقطو كعبات الملصوقة كاش نعملوهم. شوفي تو كي تجربيها تجيك مليحة. نعملولها شوية الفرماج، نعملولها شوية البصل كيما هكا. البصل ديما منخلطوش مع الحوايج، ديما نخلوه وحده. كي نعملوها نحطها في المقلة. شوف شوية البصل نحطوه كيما هكا، منحطوش معاه، نحطو معاه الفرماج. ديما شوفي الفرماج اللي طعمته مليحة، تشوفيش الفرماج طعمته مش مليحة. ديما هكا ونحطوها في المقلة. شوف النتيجة اللي تحصلنا عليها ان شاء الله
جربوها تعجبكم، نقولكم صحة فطوركم وعلى خير.